محمد بن زايد بيزداد بشكل كبير في الساعات الأخيرة رغم تحول صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لصفحة مناسبات. لكن المشهد اللي بيحدث مريب جدا. ما اعتقدش ان هل ابن زايد بيرقب ما يحدث وبيشوف ايه رد الفعل؟ لانه حقيقة شاف حقيقة ما يستحقه رد الفعل الذي يستحقه شيطان العرب، حيث لم أبالغ بالأمس عندما أقول أن الأمة تحتفل مبكرا وكأنها تتمنى زوال هذا الشيطان من المحيط للخليج. شاف بأم عينيه يعني فرحة عارمة من المحيط للخليج. حسابات الإماراتية الرسمية صمت كامل. هل هو مريض بالفعل؟ هل خايف من حاجة عشان كده قرر يختفي على الأنظار ويأمن نفسه؟ المواقع المصرية والصحف المصرية اللي تمويلها بيجي من الإمارات واللجان الإماراتية تروج، اللجان مش حسابات رسمية، مش زي عبد الخالق عبد الله مثلا وضاحي خلفان ومن على شكلتهم. اللجان الإماراتية والصحافة المصرية المركوبة من الإمارات، ده مش سر يعني، معروفة المواقع اللي بتمولها الإمارات في مصر تروج لظهور كاذب لابن زايد بفيديو قديم لابن زايد حقيقة منذ سنوات وهو في طيارة هليكوبتر. زيارة أردوغان لم تكن الوحيدة التي تم إلغائها. اليوم كان المفترض أن يلتقي رئيس وزراء اليونان بمحمد ابن زايد في أبو ظبي. زيارة تم الإعلان عنها في الصحف اليونانية وعدد من الصحف الأجنبية إن النهاردة سيكون رئيس وزراء اليونان في أبو ظبي وبعدها يطلع على الهند في قمة الذكاء الاصطناعي. هذه الزيارة معلن عنها منذ 5 أيام، من 5 أيام. ميتسوتاكيس يختار مودي على ترامب. رئيس الوزراء اليوناني يتوجه إلى أبو ظبي والهند. ده كان موعد الزيارة، وتحديدا من المقرر أن يزور كيرياكوس ميتسوتاكيس مدينة أبو ظبي يوم الاثنين 17 فبراير. تليها رحلة تستغرق يومين إلى نيودلهي في 18 و 19 فبراير. ومن المقرر أن يلتقي خلال هذه الزيارة برئيس الوزراء مودي في وقت تسعى فيه اليونان إلى نشاط تأسيس مشاريع تجارية جديدة وشراكات استراتيجية. يبقى المفروض رئيس الوزراء اليوناني الآن في أبو ظبي، وهذا لم يحدث. رئيس وزراء اليونان بلغ كما حدث مع أردوغان بإلغاء الزيارة. رئيس وزراء اليونان أبلغ بإلغاء الزيارة. اليونان حذو تركيا في إلغاء رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة وسط شائعات حول صحة آل نهيان. رئيس الوزراء اليوناني طلع على الهند ولم يزر الإمارات كما كان مقررا، زي ما أردوغان كان رايح الإمارات وبعد كده أثيوبيا، ولكنه توجه إلى أثيوبيا مباشرة وبالفعل تعمل مؤتمر صحفي. رئيس الوزراء اليوناني يتوجه إلى الهند لحضور قمة تأثير الذكاء الاصطناعي. معتز، إن صح موت ابن زايد هل يدفن في إسرائيل ولا في الإمارات؟ حقيقة ليندسي جراهام كان إسرائيل عنيفة جدا مع العملاء. إسرائيل عنيفة جدا مع العملاء يا جماعة، لا تقيم قدرا لأحد مهما عمل خده مداس. عارفين الجملة دي بنقولها في مصر، عمل خده مداس يعني. وهذا ما فعله محمد بن زايد. ليندسي جراهام أنا والله كنت ناوي أحطها في ملخص الأخبار والشيطان نسانة. كانت على الشيطان برضو والشيطان نسان. ليندسي جراهام، إسرائيل في توقيت حقير جدا بالنسبة لابن زايد طلعت بخطاب ليندسي جراهام قال أنا بنقل الرسالة من نتنياهو مباشرة. هعرضها على حضراتكم.
You mentioned you're going to Saudi Arabia. Are you concerned with what some Israeli officials and some U.S. Jewish organizations have raised as anti-Semitic stance that Saudi Arabia has been? I'm concerned about some of the rhetoric being directed toward the United Arab Emirates. The one takeaway from my visit to Israel is how the Israeli leadership and the military and the civilian side have such high opinions of MBZ as a leader and UAE as a country. It's just everybody wanted me to know that these people, and the United Arab Emirates and MBZ have been a trusted and great ally. رئيس وزراء اليونان عمل زي أردوغان بالظبط واتصل يعرف في ايه اللي بيحصل ده. تم الإعلان إن في مكالمة حدثت ما بين الاثنين، وطبعا لا الصحف الإماراتية ولا رئيس وزراء اليونان جابوا سيرة إن كان في زيارة. اختفت القصة دي تماما، قصة إن كان في زيارة ما اتكلموش. بيتحدثوا عن وكالة أنباء الإمارات رئيس الدولة يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان بحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. محدش وكأنه لم تكن هناك زيارة مجدولة. وأنا جبت لحضراتكم عينة من الصحف الأجنبية اللي أكدت على موعد الزيارة. اختفت تماما الزيارة ومحدش جاب سيرة إن الزيارة اتلغت ولا أي شيء. هو كان في زيارة يا ابني؟ ما كانش في حاجة. خلي بالك أردوغان كان قاصد، ودي مش أول مرة ينشر إن كان في زيارة واتلغت وإن اتقال لهم إن ابن زايد عيان. ما هو برضو أردوغان أنت فاهم معتز بنفسه جدا جدا وليه ستايل كده وليه طريقه. انا لو تتذكروا قلت لحضراتكم قبل كده أردوغان من احرص الرؤساء على اي لقطه، يعني ما بيعديش الهفوه. لو حد حط رجله قصاده بيحط رجله قصاده، لو حد اتاخر عليه يعني ما بيسيبش حد يعمل على قفاه لقطه. هو حقيقه يعني مميز جدا في ذلك المضمار. فكان حريص ان هو يعلن ان الزياره واتلغت وان اتقال لهم ان بن زايد عيان، ونشروا البيان والامارات اتصلت تعيط تبكي ومسحوه. وتركيا مش اول مره يحصل القصه دي اهي دي، وعرضتها لحضراتكم بالامس. مسح البيان بعديها بدقائق. وتركيا بتبقى عارفه الحكايه، وانا بقول لحضرتك تحليل دقيق. تركيا بتبقى عارفه الحكايه، مش اول مره تحصل مع الامارات. اردوغان بيبقى عايز يقول الحقيقه وعارف ان الامارات هتتصل تشتكي وتدبدب في الارض وبعدين يلغي الخبر. بلغوه ان الزياره اتلغت لان ابن زايد عيان فنشر، فالامارات اتصلوا بمكتب اردوغان فشال البيان. اللي زود الموضوع موضوع الاختفاء، استخدام اللجان الاماراتيه والمواقع المصريه، لجان اماراتيه مش مواقع رسميه ووسائل. إذا كما رأينا كان هذا هو تحليل الأستاذ معتز مطر، وكان بذلك وصف لنا كل الأحداث التي ستمر في الأيام القادمة. نتمنى أن تمر أحداث بدون مشاكل كبيرة، ونتمنى الخير للجميع. المرجو الإخواني أن لا تعملون لنا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وشير.